والصلاة والسلام على سيد خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية نجدد لكم بالمباركة بشهر رمضان، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا، وأن يغفر لنا ويعتقنا من نيرانه ويدخلنا جنانه. أنا لا يمكن أن نبدأ إلا بشكر الأخوة القائمين على مثل هذا التنظيم، وأيضا على الأخوة الحضور جميعا. ويعلم الله أننا نشعر بأن منظمين لذلك الأخوة الأفاضل أرادوا تقديمنا وآثرنا أن نتأخر إلى الأخير حتى نعطي الفرصة للأخوة الأفاضل الذين يريدون المشاركة لإظهار وجه الكويت الحقيقي. نقول وباختصار، لأن كثير من الكلام قد قيل، أن ما يحصل في سوريا اليوم هي جريمة بكل المعايير، بل أعظم من ذلك أن بشار الأسد ونظامه وحزبه وبعثه وجيشه وشبيحته هو يتحدى الله عز وجل اليوم فيما يفعل. هو يعتدي على النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، ويغتصب الحرائر ويحرق ويبيد. ولكن هل هو المجرم الوحيد فقط؟ يا أخوان، مقدر كل أمر، والإنكار بالقلب والإنكار باللسان من الأدوات الشرعية ومطلوبة، لكن ينبغي أن نعلم أن هذا المجرم ما قام بجرمه وحيدا، والجرائم التي يرتكبها اليوم في سوريا كلنا شركاء فيها إلا من طهر نفسه من ذنبه وأبرى ذنبه. لذلك ما كان له أن يقوم بهذا الفعل لولا أنه، وبصراحة كل الحكام العرب والحكومات والأنظمة والأجهزة سكتت منذ البداية. نعم، قد يكون هناك أدوار، لكن هذه الأدوار كانت على استحياء وكانت ضعيفة، بل سمحت للظالم وأعطت الإشارة أن يستمر في ظلمه.